السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بداية يوم جديد وروتين مختلف، وحبيت اشارك معاكم مشترياتي. مشتريات بسيطة كده وحاجات بسيطة كده علشان الشتاء. يعني بجهز كده، بحاول كل فترة اجهز كده نفسي انا والاولاد لاستقبال فصل الشتاء. بس دخلت بلكونة كده الاول، قلت اقطف شوية من النبأ. ودي اول حاجة في مشترياتي، وهي الترنج بتاع بنتي. جبته من ماكس، خامته حلوة قوي. هي اول مرة تجرب الخامة دي بصراحة، اللي هي الخامة اللي عاملة زي السويتر كده شوية. بس ناعمة وجميلة جدا وخفيف. عجبني بصراحة، والواناته كده جديدة وشكله جديد. هي يعني مختلف عن كل مرة. هي بتشتري دايما الترنجات اللي هي الميلتون او القطيفة، فده تغيير شوية. وما عندهاش ترنجات مشجرة للشتاء، دايما بتجيب سادة، يعني الوان بتبقى عليها رسمة كده بس بسيطة. فحبيت ان انا اجيب لها حاجة مشجرة المرة دي. وجبت طبعا شرابات. طبعا انتوا عارفين الشرابات لا غنى عنها في الشتاء، يعني شتاء يبقى شرابات وندفوا بقى نفسنا. فلقيت كده في ال سي نزل عرض الخمس شرابات مع بعض عاملين 130. ودول 5 تانيين لبنتي. يعني جبت 5 لابني الصغير وخمسة لبنتي وخمسة لابني الكبير، وجبت 3 ليا. الواناتهم حلوة قوي وخاماتهم تحفة، يعني مش تقال قوي ولا خفاف. خامة وسط كده حلوة قوي، يعني خامة خريفي كده تدفي وفي نفس الوقت تبقى ناعمة كده على الرجل، تبقى حلوة قوي. والواناتهم كمان جميلة، يعني تليق مع كل اللبس. ودي الشرابات بتاعتي، يعني حبيت قوي شكلها. بنتي الوحيده اللي شراباتها مش مفتوحه علشان هي كانت لسه في المدرسه، لسه ما رجعتش. بس احنا كلنا كنا في البيت، فاحنا ما عندناش صبر شويه، يعني من النوع اللي بنجيب اي حاجه عايز نجربها دايما على طول. قبل حتى مصورها بجربها الاول ونفتحوها ونتفرجوا عليها، وبعدين اصورها ليكوا علشان اشوف خامتها، علشان لو حاجه ما عجبتنيش ما بحبش ان انا اشاركها معاكم. ودي شرابات ابني، ودي كده مجموعه الشرابات اللي انا جبتها للشتا ده. ودي اعزكم الله شباشب كده للبيت. خفيفة وحلوة قوي من اكتف. جميلة جدا وخفاف كده في الرجل. وده جاكيت لبنتي، جاكيت اللي هو بتاع المطر، خفيف جدا بس هو للمطر يعني. كمان جبته لها مشجر. احتفالية المشجر يا جماعة السنة دي، يعني السنة دي انا عمالة نازلة على المشجر، ايه يعني اي حاجة مشجرة اشتريها. وده جوانتي جبته بقى علشان احاول اغسل المواعين بجوانتي. انا ما بعرفش البسه بصراحة، بس لقيته ده واسع ومريح في ايديا، فان شاء الله اجرب ان انا اغسل بيه. ودي بقى بتكون جلاليب بتاعت نوم، هي قصيرة مش طويلة، يعني بتكون تحت الركبة كده شوية. هي خريفي برضو، قطن كده وخامتها حلوة قوي من ماكس. انا زي ما قلت لكم انا نازلة على المشجر ايه السنة دي. بحب قوي المشجر، بحس فيه دفى كده وبحس اللي هو زي، يعني بيفكرني بأيام زمان كده. ف هتلاقوا مشتريات كتير جدا مشجرة الفترة دي. دي بقى فرشة سيليكون كده علشان للماسك بتاع البشرة. في واحدة للتقشير اللي هي الفرشة السنون دي، والجزء اللي تحت بتوزعي بيه الماسك على بشرتك. حلو قوي. هي كانت ظاهرة يعني كانت قدامي كده في العرض، كانت سيليكون كلها حتة واحدة. بس لما جيت لقيت الجزء اللي فوق واللي تحت بينفصلوا عن الجزء اللي في النص، بس هي الفرشة ماسكة تمام يعني كويسة. دي بقى اكتر حاجة عجبتني، الفرشة اللي هي بتاع تدليك الشعر. بتدلكي بيه، بتغسلي بيه الشامبو، بتدلكي بيه شعرك كده للشامبو، او لو حطيتي ماسك او زيت او كده. حلوة قوي. يعني عجبتني كتير عن فرش تانية، لان شايفين السنون بتاعتها سيليكون كده وطرية جدا يعني. حلوة قوي على فروة الراس، يعني مش تتعب فروة شعري خالص، يعني طرية كده وخفيفة. بس انا بشوف انواع تانية بتكون السنون دي ناشفة قوي، عاملة زي سنون البلاستيك الناشفة كده، ما ريحتنيش بصراحة، بحس ان هي بتعور كده وبتضايق. بس دي حلوة قوي. وطبعا شفت دول معايا في الفيديو شورتس. انا اول ما جبتهم ما قدرتش بصراحة ان انا اخرهم عنكم. اول ما جبتهم دايما حبيت اشاركهم معاكم على طول، يعني اول ما جبت رحت مشاركاهم على طول معاكم في نفس اليوم. ديت المدورة دي لإزالة الشعر بتاع الإيد والرجل، حلو قوي. والتانية لتقشير الجلد الميت. لو شفتوهم جيبوهم جربوهم هيعجبوكم بإذن الله.
بعد ما شاركت معاكم مشترياتي البسيطة الصغنطوطة ديت، حبيت بقى ان انا اعمل معاكم الغدا. وهنا حطيت حلة على النار فيها بصل وشوية فلفل اسود وكمان ورق لورا، وهحط كده شوية طماطم، يعني طماطمايه كده متقطعة مكعبات، وحتة صغيرة كده من الفلفل الحامي. انا هعمل معاكم كباب حلة او لحمة ببصل زي ما بتسموها. وهحط رشة كده من جوزة الطيب، وبكده دي تكون خلاص الخضار بتاعي. وبنزل عليه اللحمة، بحط معلقتين كبار من السمنة البلدي كده لازم علشان يدوا للصوص طعم حلو قوي والخضار. وسبتها لما تنزل ميتها بالشكل ده، وطيت عليها النار خالص عشان الخضار ينزل ميته. وبعدين بدأت ان انا ازود مية تاني سخنة. ولما اللحمة دخلت في السوا 3/4 تسوية كده، رحت ايه مزودة مكعبات بطاطس. ودي شكل اللحمة ببصل بتاعتنا او الكباب الحلة. حلو قوي، وريحتها كانت خطيرة خطيرة يا جماعة، وطعمها لذيذ جدا، والصوص بتاعها حلو قوي. شايفين البطاطس بتدوب واللحمة مستوية 100%. دلوقتي بعد ما اتغدينا، اليوم ده نسيت اقول لكم اللي هو كان يوم الخميس. فانا متعوده يوم الخميس بيبقى صباح الجمعه بقى بدي شاور كده للاولاد قبل ما يناموا. يعني بعد الغدا بيرجعوا من المدرسه يتغدوا وياخدوا شاور ويقعدوا بقى في البيت، يقعدوا يلعبوا، يقعدوا يذاكروا، يقعدوا يتفرجوا على التلفزيون، يعملوا اي حاجه. فهنا بدات اللي انا اظبط ابني الصغير كده. هنا ده احط له ماسك، وبنتي كمان دخلت اخدت شاور ولفت لها شعرها سوست كده بالشكل ده. هي بتحب تلف في السوسات جدا، هي بما ان شعرها ناعم بس الخصل بتاعته هي كيرلي، فبتبقى عايزه ساعات تفرده. فبلفه لها بالسوسات بيعجبها قوي. واخدت كمان انا شاور كده، وطلعت بقى الجلابيه الجديده اللي انا لسه جايباها، وكمان شراب كده. وبحب استخدم اللوشن ده خالص بتاع الاطفال، بيبقى خفيف كده. وريحه الموز دي خطيره، يعني ريحه الموز بت بتخليني سعيدة كده وفرحانة. أنا بحب ريحة الموز جدا. وبعد ما خدنا شاور كلنا واتغدينا الحمد لله وقعدنا كده شوية مع بعض، حبيت بقى اعمل لهم الحلو بتاع يوم الخميس. وعملت لهم المرة دي رز بلبن. هو مش شكرانية في نفسي بصراحة، بس عايزة اقول لكم اللي انا احلى واحدة تعمل رز بلبن. اعملوه بنفس طريقتي هيعجبكم جدا جدا جدا. هنا كان عندي شوية حليب كده، انا بقالي فترة بحب اللبن الرايب فقلت اروبهم. حطيتهم في الطاجن ده كده وحطيتهم على الرخامة بقى لحد ما يروبوا. الجو حر فبيروب معايا بسرعة. الرز بقى بتاعي انا حطيت كوباية ونص من الرز المصري، غسلته كويس جدا، وبعدين حطيت عليه 3 كوبايات مية. المية تكون ضعف الرز علشان عايزة الرز بتاعي يعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اساسي لازم يعجن معاكم يا جماعة عشان يطلع حلو. وبعدين رحت ضايفة عليهم 1.5 لتر من الحليب. الحليب المغلي هو كان سخن كنت لسه غلياه. وبعدين ضفت ربع كيلو من القشطة. القشطة ضرورية في الرز بلبن. القشطة بتخلي القوام بتاع الرز بلبن كريمي كده وطعمه حلو قوي. وهنا ضفت قشطة تاني، يعني انا عمالة، انا هو ربع كيلو قشطة، يعني انا خدت على الكمية دي ربع كيلو قشطة. القشطة اللي هي بتاعت وش اللبن، يعني مش ضروري قشطة من عند اللبان او من السوبر ماركت او كده، لا هي بجمع انا بتاعت وش اللبن كده وبستخدمها في الرز بحليب. اول حاجه اساسيه في الرز بلبن عشان يطلع حلو، اللي انتوا تخلوا الرز بلبن معجن. تسووا الرز الاول بالميه، لازم تسووه بالميه وتخلوه معجن، وبعدين تضيفوا الاضافات بتاعتكم. ضفت كمان السكر بتاعي على حسب بقى الرغبه، يعني على حسب ذوقكم. وضفت معلقتين من السمنه الفلاحي علشان تدي ريحه حلوه كده. وكمان 4 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام. لو هتستخدموا بواكي اللي هي العادية، يبقى هتستخدموا 2 كيسين من الكريم شانتيه. وبعد كده رحت ضايفة معلقتين كبار من الجبنة الكيري او الكريمي، تكون ملح خفيف. وبعدين ضفت معلقة كبيرة من المية المورد. انا بحب المية مورد لما بضيف الجبنة الكيري والكريم شانتيه والقشطة. الفانيليا لما بيكون مفيش جبنة. وبعد كده بضربهم ضربة خفيفة جدا بالهاند بلندر علشان عايزة بس الرز يتفتت معايا شوية، والمكونات كلها تتخلط كده مع بعضها حلو. يعني ضربة خفيفة جدا ثواني كده بس بالهاند بلندر. وبعدين بدأت اللي انا اغرف الرز بلبن بتاعي، وهتشوفوا دلوقتي معايا قوامه. ومش عايزة اقول لكم طعمه خطير خطير. طعمه كريمي كده وحلو قوي. يعني من كتر حلاوته، من كتر ما اعجبت بيه، كنت بفكر افتح مطعم او محل رز بلبن يا جماعة.
هنا بقى دي الكمية اللي انا عملتها من المقادير اللي انا قلت لكم عليها. زودت الكمية شوية لان احنا متعودين لما بنعمل حاجة حلوة لازم كل البيت ياكل معانا، يعني حماتي وسلفتي وكده يعني، حتى هما متعودين على كده. والعادة دي حلوة قوي على فكرة، بتحسسني كده بخير، وزي ايام زمان كده اللي الواحد يعمل حاجة حلوة في بيته لازم الجيران واهل البيت ياكلوا منها. وشايفين قوام الرز بلبن بتاعي؟ حطيت لي هنا بقى طبق كده وعليه رشة قرفة، ومع السلامة.